مرة يا أخوان معي سيارة قديمة، وأنا كنت يعني إيش أسوق بس على خفيف يعني. هذا الكلام قديم. المهم وهي توقف في نص الطريق، في نص الشارع. المهم ولد دخان منه عج دخل علي في الغمارة، وفكيت الكبوت ولد دخخين. يا الله. المهم ما فيها أحد، أشر لمن؟ أشر للخل الخالي. المهم واروح مسافة طويلة، قلت يا رب اني القى احد ما ريش الدخان، لا تنحرق السيارة، لا تولع السيارة. اي والله الدخاخين زادت منها وتزيد. سبحان الله يا اخوان، اقسم بجلال الله يا اخوان ان رب العالمين الهمني حاجة. قال لي روح فك الاصابع حقة البطارية، فك الاصابع حقة البطارية، ما فيها اصبعين للبطارية. قال لي روح فكها. كذا جاني وانا ادور سيارة يعني خلاص السيارة بتولع، الدخان زاد، الدخاخين زادت. المهم سبحان الله العظيم، واروح وفك الكبوت ولا الدخان يعج عجيج، ما قدرت حتى اتحمل. المهم ارسلت خشمي يا ربي وفمي ما عاد نموت. المهم واروح انزل الاصابع حقت البطاريه، الاصابع حقت البطاريه نزلتها اثنين ومن خمد الدخان. والله العظيم ان راح الدخان يمكن بدقائق راح. فقلت سبحانك يا الله، لا اله الا الله عز وجل اللي اول والله العظيم السياره بتولع نار، ومن كثر الدخاخين اللي فيها. الكبوت لا في تحته مليان دخان، ويجيني وعجعج علي في الغماره. المهم سبحان الله العظيم، وان يلهمني رب العالمين الهام من الله اني اروح افك الاصابع حقت البطاريه، ومني فكيتها واذا الدخان نزل يا اخوان. وشكرت ربي وحمدت ربي. اي والله. فهذا موقف حصل لي يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.